انت صار سنين وما شفنا من الأحزاب غير الفاشلين والحرامية، يوميا مصعدين واحد وبالأخير ما يعرف تشك من البوك. حجينا شا احنا أيسنا منهم ومن جماعتهم، لأن ريحة بوقهم واصلة لأبو موزة. والله يا حبيقي تعبنا من هاي الشكولات الزفرة، وحدهم يبوق الكحلة من العين. حجينا ذكرتني بسالفة كريم واخوه اللي رادوا يزرعون دجاج. اغاتي انت وينك الدجاج ينزرع؟ شنو انت ناصب علي؟ حجي هذا كريم واخوه فكروا شي يسوون مشروع، واخر شي قالوا خلي نسوي مزرعة مال دجاج ونزرع دجاج. عيوني انت هذول كريم واخوه لو مخابيل لو طاقة في وزاتهم. هو وينكو الدجاج ينزرع؟ يعني مثل ما يقولون وينكو هيجتيس ياكل بسطرمة. حجينا المهم كريم واخوه حرثوا القاع ودفنوا الدجاج وخلوا بس راس الدجاجة طالع، واحد يقول للثاني كون زرعتهن عدل. اغاتي انت هذا كريم هو واخوه اللي طاقهم الهبري اللي شاربين حليب سباع اصلي امال بعشيقه. حجينا المهم ثاني يوم راحوا لقوا الدجاج ميت، وقام واحد يقول للثاني لو مخلين رجليهم طالعات كان خضرا. اغاتي انت والله هذول سالفتهم تضحك، والظاهر الغباء عندهم موهبة. ايه حجي ايه، وتاليها فكروا شي يسوون وخابروا اخوهم اللي بامريكا ويدرس بيولوجي قسم حمص بطحينه. ايه وهذا الفهيم هو اللي راح يحلها. حجينا اخوهم الفهيم قال لهم السبب واضح، لان القاع يمكم ما تصلح لزراعة الدواجن بس تصلح لتربية الثيران والهوش المستورد. اي طبعا بس للثيران والهوش، لعد هو واخوه شلون صاروا يعني مثل ما يقولون الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة. اي حجينا ايه، وهاي السالفة سالفة الاحزاب عدنا، واريد اقول لهم يا سياسيين لا تحاولون ولا تتحالفون، احزابكم ما تطلع بس الحرامية والثيران والهوش. اوف من الله يطيح حظكم يا الثيران.